انا غلطت عشان انت يا وحشتنا قوي وحشتنا، وارجع لكم تاني اللي بيغلط عشان انت تستفيد. تعال اقول لك موضوع كريدت سكور. الفيديو ده للناس اللي لسه جايه امريكا جديد او اللي بقاله في امريكا فتره قليله، معاك فلوس في البنك بس لسه بيرفضوك لما تيجي تقدم على حاجه فيها كريدت سكور. تعال اقول لك ليه. في حاجه في امريكا اسمها الكريدت سكور او التاريخ الائتماني بتاعك. يا سيدي زي ما تقول كده رصيدك عند البنوك، هما بيثقوا فيك قد ايه فبيدوك كارت من دول وبيقول لك روح يا عم اصرف وادفع لنا الفاتوره بعدين. بس طبعا كل حاجه بحساب، طبعا هيحسب عليك فوائد كتير اللي احنا كلنا عارفين ان هي محرمه عندنا في الاسلام. في طريقه طبعا سهله الناس كلها عارفاها ان انت ما تدفعش الفوائد على كريدت كارد، ان انت ما تستناش لحد ما يعدي شهر كامل على السايكل بتاعه البيمنت. من اسهل الحاجات اللي الناس الجديده ممكن تعملها هي حاجه اسمها سكيور ديبوزيت كريدت كارد. تروح تحط فلوس في البنك وعلى قد الفلوس دي بيديك كارت تصرف منه. انت تاخد الكارت وتروح تجيب منه الاكل والبنزين والحاجه بتاعتك العاديه اللي كده كده بتشتريها، وبعدين بتدفع الفاتوره من غير ما الفوائد تتراكم عليك. تفضل تعمل كده شهر ورا شهر، وبعد تقريبا سنه السكور بتاعك هيبقى كويس جدا. بعد بقى ما تترقى عند البنوك وتبقى انسان موثوق فيه، يقدر بقى ان هو يديك الكارت من غير ما يكون عندك فلوس تامن الكارت ده. سلام.